9:10 إلا ربع في الجزائر، وإحنا اليوم رانا الأحد 22 ديسمبر 2024. وهذا اللايف السريع، وإن كان جاكم شوية اليوم متأخر. أردت أن أعلق فيه على الوضع في البلاد. والوضع في البلاد في حالة من القلق، حالة من التوتر، حالة من الانزعاج داخل جماعات الحكم. الأجنحة على مختلف تشكيلاتها. نعرف أن دائما فيه 3 أجنحة في الجزائر، اللي هو جناح الرئاسة وجناح المخابرات وجناح قيادة الأركان. اليوم قيادة الأركان بطبيعة الحال عندنا شنقريحة. الرئاسة فيه جناح بوعلام. بوعلام هو الرجل القوي داخل الرئاسة، تبون نقدر نقول هو الشخص الثاني في هذا الجناح، ومعهم مجموعة آخرين من الجنرالات، وفيه جناح DRS قديمها وجديدها. هذه المجموعات في 3، هذا المجرمين في 3، وإن كانوا في جرائمهم درجات مختلفة، راهم منزعجين. والحقيقة أنها جاتهم ضربتين، والضربة الثالثة راح على الأبواب. الضربتين اللي جاتهم كانت ضربة الصحراء الغربية واعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، واللي كان سبقتها إسبانيا ومجموعة من الدول الأوروبية الأخرى، وكان سبقتهم الولايات المتحدة. لكن كما قلنا أكثر من مرة أن الاعتراف الفرنسي هو اللي كان مزلزل بالنسبة إليهم، لأن هذا الموضوع قضية الصحراء الغربية اللي نهبوا البلاد عن طريق هذه القضية وأخضعوها 50 سنة ورجعوها متخلفة جدا. جزء طبعا الإرهاب والصحراء الغربية، هذه القضيتين اللي عندهم. هذه عقيدة الدولة إذا شئنا. عقيدة الدولة عقيدة النظام الحاكم مبني على حاجتين. عندنا في الداخل رانا نحاربوا في الإرهاب، عندنا العدو الإرهابي في الداخل، وفي الخارج عندنا العدو المغربي وقضية الصحراء الغربية أساسا. يعني هذه القضية راهي أزعجتهم بشدة، خاصة أن قضية الإرهاب عندها فترة الآن تكاد تنتهي. نعرف أنه مثلا قبل حوالي 2 سنين الولايات المتحدة اللي خاضت حرب عالمية على الإرهاب وما زالت تخوض حرب عالمية على الإرهاب الحقيقي أو المفبرك أو الباطل أو نعرفه، خرجت وقالت أن حركة رشاد وحركة الماك ما همش حركات إرهابية، وأننا ناقشنا هذا الموضوع مع النظام الجزائري باختصار بسيط. لأن بالفعل لا حركة رشاد ولا حركة الماك حملة السلاح. طبعا الناس تعرف موقفنا من حركة الماك، ونحن ضد أي حركة انفصالية، لكن للإنصاف هذا الناس ما رفعوش السلاح. فيهم عنصرية البعض منهم أكيد، فيهم تطاول، فيهم ما أكيد. لكن الامريكان انفسهم خرجوا قالوا لا حركه رشاد ولا. طبعا حركه رشاد راهي في قائمه الارهاب، واعضائها الرئيسيين راهم في قوائم الارهاب، وبعضهم راهم بمئات السنين من الاحكام مثلي انا مثلا. لما المره الماضيه كان يحكي معي احد الافاضل قال لي تفاجأت لما قلت راهي اكثر من 600 سنه. في الحقيقه 600 سنه هذا رقم راهو قليل، لان عندي حوالي ما بين 45 و50 حكم، هذو اللي عارفهم. والاحكام يعني اكثرها 20 سنه وبعضها مؤبد، وممكن جدا كاين حكم أو حتى 2 اعدام. فلو كان نحسبوهم على 20 سنة على 50 رانا نتكلموا على 1000 سنة وربما أكثر. يعني الجنون، جنون هذه العصابة أنه دبلوماسي سابق معروف منذ أن غادر الدبلوماسية 30 سنة راني في بريطانيا. بريطانيا اللي هي تاخذ حرب عالمية على الإرهاب، يجي يقول لهم راه عندكم إرهابي. باش تعرف الهبال، الجنون. الهبال اليوم تصاعد. امس كانوا اعتقلوا احد اخواننا، رجل كبير، رجل فاضل من الحركيين. الاخبار اليوم يقولوا اطلقوه، ربما باش يخوفوه. اليوم اعتقال ايضا اخونا عمار ايت العربي من بجايه، واخواننا سفيان الربيعي والياس سليج من العاصمه، واعتقالهم. وطبعا ايضا لا نعرف اذا كان راح يطلقوهم ولا يعني يعتقلوهم باش يخوفوهم ويخوفوا اي واحد يتحرك، ام ان الاعتقال سيدوم. لكن كيف ما كان، استطيع ان اؤكد لكم، واليوم كان امس واليوم الحقيقه كانت عندي بعض الاتصالات مع اخواننا في الداخل
هنا نتحدث على بعض الناس اللي واصلين يعني. هناك حالة من الإرباك والارتباك الحقيقي، لأن بعد قضية الصحراء الغربية اللي راهي تخرج من أيديهم الآن، واللي هذا الموضوع يضعفهم بشدة، وراهم شايفين أين تتوجه الأمور. وجدنا حتى دول إفريقية كانت لحد أشهر ماضية تعترف بالصحراء الغربية، أو تعترف ب جبهة بوليزاريو، أو تعترف بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية، راهي تقلب في الموقف وراهي تمشي مع المغرب في هذا الاتجاه. لكن جات ضربة ثانية، وهذه ضربة شديدة، هو سقوط المجرم الذي ورث الجمهورية عن أبيه بشار الأسد. سقوط بشار الأسد أحدث لهم قلق شديد. خلونا نفتح هنا قوس سريع على بشار الأسد، على بعض المعلومات اللي راهي قادمة من موسكو. وبعض المعلومات اللي قادمة من موسكو تقول أن بشار الأسد، الروس قاموا بوضع اليد على كل الأملاك اللي باسمه، باسم زوجته، باسم الناس اللي قرب منه، وأنهم تركوا لهم فقط شقة واحدة. والروس قالوا بأن عند بشار الأسد هرب ملياري دولار. طبعا هذا مش رقم صحيح، لكن الروس راهم يتكلموا الآن على ملياري دولار، رقم ضخم جدا، لكن الرقم أكبر بكثير من هذا. وأيضا في أخبار من أن حتى زوجته راح طلبت الطلاق منه وأشياء أخرى. لكن هذا هو حال الطغاة، يعني موسكو اللي كانت تدافع عليه، واللي جابت جيشها، واللي قتلت من السوريين، الآن لما يهرب عندها تقوم بتحديد. وأنه أيضا أمروه، قالوا له راك ممنوع من الحديث إلا بإذن، بمعنى ما تخرج لا بيان، لا تدير فيديو، لا تعمل بوست، لا أي شيء إلا بإذن. طبعا الروس رايحين يتفاوضوا مع الثوار الجدد، مع النظام الجديد في دمشق، وفي النهاية احتمال جدا يسلموه، باش إذا يخلوا لهم هما القاعدتين هناك. سقوط بشار اللي هو يعتبر أقرب نظام إلى العصابة اللي تحكم في الجزائر، كان بالنسبة إليهم زلزال. قبل ما يسقط بشار الأسد في 8 ديسمبر، يوم الأحد، مش هذا اللي فات، اللي قبله، كانوا قبلها بيومين كانوا يتحدثوا على الجماعات الإرهابية وعلى الإرهابيين ويجب الدفاع عن سوريا الآن هذا الإرهابيين اللي كانوا يسموهم إرهابيين راهم هم الحكام الجدد لدمشق. حتى أن اليوم وزير الخارجية التركي زارهم أمس، أو أول أمس كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي. الوفود الأوروبية راهي تهرول هناك. المسؤولين الجدد في دمشق مش لاقين الوقت باش يستقبلوا كل من يصل. اليوم وصل كوليد جنبلاط زعيم الدروز في لبنان، والدروز هذا وضعهم حساس جدا في سوريا. وصلوا مشايخ الدروز هناك، وقد تقدموا حتى أن وليد جنبلاط يقول قدمنا مذكرة، يعني يتقدم إلى حكام دمشق باعتباره ما هو عارف دور دمشق في لبنان. في هذا الوقت العصابة في الجزائر مع صهاينة الإمارات وصهاينة القاهرة وصهاينة الرياض يجدون أنفسهم في وضع صعب في موضوع سوريا. شوف، في خلافات معروفة ما بين النظام في الجزائر والنظام الصهيوني في الإمارات، وخلافات شديدة، لكن حول بشار الأسد كان هناك اتفاق كامل، اتفاق شامل. في انزعاج ما بين النظام في الجزائر والنظام السعودية بن سلمان. نعرف أن بن سلمان مثلا رفض يجي للجزائر في ما عرف بالقمة العربية في أول نوفمبر قبل سنتين أو 3. السيسي لم يقبل أن يأتي إلا بعد ما أخذ 500 مليون دولار من الجزائر، لأن دائما في احتكاكات بيناتهم. لكن موضوع بشار جمعهم. والحقيقة أن ما يحدث في سوريا، علاش مرات أنا نتكلم عليه ونعطي له وقت مهم، ليس فقط لأن الثورة السورية والشعب السوري وإخواننا والدمار اللي يلحقهم، ليس فقط هذا، في أيضا جزء جزائري الموضوع. والجزء الجزائري هو أننا كانوا يخوفون بما يحدث في سوريا. الجزء الجزائري أن الانهيار
والضعف اللي مس الثورة السورية والدمار اللي أحدثوه ضد الشعب السوري وقتل الناس بمئات الآلاف سواء بالقنابل أو بالتعذيب أو السجون وفرار الملايين خارج سوريا ونزوح الملايين داخل سوريا، هذا كله إلا داخل الجزائر ناس، وهذا منطقي، يقول لك يا أخويا والله الوضع كما هاك ولا سوريا. الآن هذا الموضوع انتهى. تخويف بسوريا أصبح بالمقلوب، والناس الآن تشوف أن الشعب السوري يستأصل نظام طائفي إجرامي قتل وعذب ونهب وخرب بشكل فظيع، وما زالت تتكشف حقائق هذا النظام. إذا النظام اللي كان يخوفنا، العصابة اللي في الجزائر كانت تخوفنا بسوريا، الآن ما عندهاش هذه الكارطة. وش جات الآن الكارطة؟ قال لك هذه مانيش راضي، راهي خرجت المخزن وخرجوها في إسرائيل. كذبتم، كذبتم. خصوماتكم مع النظام المغربي هذه تتعلق خصوماتكم، واحنا دائما بالعكس، نحن كجزائريين احرار ندعو الا تكون هناك خصومات ما بين الجزائر والمغرب، لاننا شعب واحد في بلدين، وحتى لو افترضنا اننا الشعبين مختلفين فنحن جارين. مانيش راضي ماهيش لا من المغرب ولا من اسرائيل ولا من اللوزوتو ولا من ما وراء الفيتنام. مانيش راضي راهي كلمة خفيفة في الحقيقة على الأوضاع في البلاد. مانيش راضي راهي كلمة خفيفة، لأن الناس راهي غاضبة، الناس راهي شعرة بمرارة كبيرة، الناس راهي شعرة بالقهر، الناس راهي شعرة بالظلم. اليوم راسلتني إحدى الفاضلات سيدة من الجزائر، قالت لي وهي في مجال التعليم، قالت لي نفوتوا في كل ما نفوتوا في مكان نعقبوا الامتحانات، وبالرغم من اننا كي يشوفوا اوراقنا يقولوا لنا راكم درتوا اجابات ممتازه، قالت لي الا انه في النهايه ما كانش. المناصب تروح الى اللي عندهم معارف، اللي عندهم حساب علاقات، مرات تروح بشكل فظيع. انا اعرف هي ما قالتش هذا الكلام، لكن انا اعرف ان مرات فيه نساء يدفعن من كرامتهن، من اجسادهن، من الاجساد نتاعهم باش يحصلوا على منصب، لان يشوفوا اولادهم يجوعوا، او حتى اللي مش متزوجات تحتاج دراهم، تحتاج باش تعيش، تحتاج باش تاكل، تحتاج باش تلبس، يضغطوا عليهم في كرامتهم. وكاين للاسف البعض من النساء يقبلن في النهايه، بالرغم من ان هذا شيء فظيع، شيء فظيع، ان المراه اليوم في الجزائر تقوم عصابات الاجرام في الادارات، على مختلف الادارات، في التعليم، في الاداره العامه، في الادارات العسكريه والبوليس والدرك وفي كل المجالات، في الطب. كثير من النساء يتم الضغط عليهم ومراودتهن على اجسادهم باش يحصلوا على منصب او يبقوا في المنصب. هذا شيء يؤلم الشعب الجزائري، وهذا وحده يقدر يؤدي الى انتفاضه رهيبه، لان الناس راهي تشوف في هذا، يحبوا يطحنوا كل الشعب، يقهروا كل الشعب، يحبوا يحطموا اخلاق كل الناس. لان المراه اللي مسكينه في نهايه المطاف، طبعا كاين اللي ماهيش مسكينه، كاين اللي هي فاجره، لكن كاين كثيرات مسكينات. المراه اللي هي مسكينه تضطر ان تبيع جسدها او تجوع ويجوع اولادها. هذا مؤلم، هذا مؤلم، وهذا نشر للرذيله وللفجور بشكل فظيع. النساء اللي يخضعن في هذا الاطار مش عندها كرامه باش تدافع عليها، تولي وهما هذا هو الهدف. خرجوا بعض التافهات وبعض التافهين يقول لك احنا وهذه بلادنا، هذو مليح كي يخرجوا، صراحة هذو مليح كي يخرجوا، لأن هذون هما الثورة المضادة، وهذون هما المجرمات والمجرمين اللي راهم يخرجوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. جيد أن الأحرار والحراير يسجلوا لهم فيديوهاتهم باش نعاودوا نشوفوهم كما راه يصير الآن في سوريا. راهم يخرجوا هذو الشبيحات ولا الشبيحه والشبيحات اللي كانوا يدافعوا على بشار ويقدسوه، راهم يخرجوا يعتذروا، يخرجوا خايفين، يخرجوا يكونوا ما عندناش خيار. لكن جيد، وانا انصح كل اخواني، كل الشرفاء في البلاد، نساء ورجال، سجلوا هذا السفهاء والسفيهات، سجلوهم باش يوما ما عندهم شنو يروحوا يبان.
هذه كنت تدافع على نظام ينهب، يسرق، أفشل البلاد، أضعف البلاد، أضعف الناس، حطم الناس. المدن الجزائرية، أغلبية المدن، أغلبية الأحياء، أغلبية القرى، هاي الناس رجعت وكأننا في الستينات والسبعينات، بل في بعض الحالات وكأننا زمن استعمار. الحقيقة هذا استعمار ثاني على قول المقبور قايد صالح. ولكن رانا الآن بلا فيرسيون هذه اللي راهي موجودة الآن بهذا الفريق هذا اللي جاء الآن حتى أوسخ من زمن بوتفليقة وزمن القايد صالح وزمن توفيق. ولذلك راهم مرعوبين. وهذه الاعتقالات اللي راهم مست بعض اخواننا وذاك ماناش عارفين كم اللي اعتقلوا، لكن على الاقل خرج بعض الاسماء. هذا دليل رعب. اخراج السفيهات والسفهاء، التافهات والتافهين باش يدافعوا على هذا النظام، هذا دليل رعب. ونقدر نبشركم باللي راهي فيه حركه نتاع اضرابات جايه حتى داخل الاداره، داخل الاداره، داخل اجهزه اداريه، داخل الاطباء راهم مازال مستمرين. البعض طبعا يرى ان هذا ممكن هي مطالب فئويه، وليكن. كثير من المطالب الفئويه في بلدان تحولت الى ثورات شعبيه، لاننا امام نظام لا يتوقف عن النهب، لا يتوقف عن النهب. مش رايحين يشبعوا. في هذا الوقت اللي نحدثكم فيه كاين ناس ما عندهاش الغاز، كاين ناس قاطعين لها تريسيتي، كاين ناس قاطعين لهم الماء. يعني هم عندهم بيسينات في الفيلات نتاعهم وفي المقرات نتاعهم، عندهم اخر طراز سيارات، والناس ممنوعه من شراء سياره. وباش تشري سياره لازم تروح تشري الاورو من السكوار، ومن بعد تروح تجيب 75 ضريبه. السياره اللي خدمها ما يديش قيمته واش يدوه هما من ضرائب باش يجعلوا الحياه جحيم. هم ياخذوا السيارات من اموال الدوله، سيارات تاع 50,000 اورو، 70,000 اورو، 100,000 اورو. القمع، اجهزه القمع دايرين لهم سيارات تاع 100,000 اورو. هذوك الطويوطا اللي راكم تشوفوهم، وهذوك السيارات الالمانيه واليابانيه مع الاضافات هذيك راهي توصل الى 100,000 اورو، يعني 2 ملاير ونص. والمسكين كاين الناس اللي حاصله في بيسيكليت او في موطو، وكاين الناس اللي جمعت الدراهم، كل ما يجمع الدراهم للسيارات القديمه تزيد تغلى. علاه؟ لان يتعاملوا مع الشعب بكثير من الاحتقار. وطبعا كاين اللي مش واصل للخبزه، وكاين اللي راه يتسول. وراكم تشوفوا حاله التسول. سقطت ورقه سوريا وسقطت ورقه الصحراء الغربيه، ولذلك الرعب راه يتملكهم. وانا دون زعم اني اتنبأ، لكن اتوقع باذن الله ان عام 2025 هذا سيكون نهايتهم. فمهم جدا ان نفهم باللي في نهايه المطاف هذا العصابات راهي تكذب، كل وعودهم اكاذيب. اخراجهم للتافهين والتافهات هذول اللي راهم باش يدافعوا عليهم دليل خوف، لان هذول اللي راهم يخرجوا فيهم من يمدوا لهم في دراهم الشعب. اكثريتهم فاجرات وفجار، اكثرتهم تاع فساد، تاع شهوات من من هذا السفيهات والسفهاء في البلاد. وكانهم يتحدثوا مع شعب متخلف عقليا، مش يشوف الحقائق امام عينيه. هناك مرارات. حتى البوليسيه تاعهم والجدارميه تاعهم كثير منهم يكتب لي يقول لي رانا نستناو فقط في انتفاضه شعبيه، نستناو فقط في خروج الناس. طبعا قدماء الجيش استطيع ان اؤكد انهم على ابواب الخروج ايضا، لان قدماء الجيش اللي خدموهم في التسعينات، نحكي على التسعينات، كاين بعض اخرين ما شاركوش في التسعينات، لكن اللي كانوا في التسعينات فهموا الان بان هذه العصابه استخدمتهم كعصا. بعضهم يكتب لي يقول لي والله غير هم الارهاب. بعضهم يحكي لي في تفاصيل على عمليات، يقول لك اكتشفنا انهم هم الارهاب. يقول لك القينا القبض على ناس ملتحين وبعد لقيناهم في الثكنات، ولقينا الناس يقولوا لهم حضارات. فالناس راهي تتراكم من كل جهه، وهذه العصابه مش فاهمه باللي تخرج هؤلاء، وذاك الوقت مبارك ايضا خرج، وقذافي خرج، وهذه التافهات والتافهين. وبعدين الناس بالعكس راحوا يخرجوا في هاشتاج واحد اخر، راني راضي. راضي باه، باه راضي باي شيء نرضى. اللي راضيين هما جماعه كلوب دي بان واذنابهم وذبابهم.
اللي تلقاو من عندهم الشكاره، هذوك هم راضيين، لان هذوك عندهم الخزينه، خزينه الدوله، القضاء في ايديهم، المخابرات في ايديهم، البوليسيه في ايديهم، هذوك راضيين، يجب يرضوا. لماذا ما يرضوش هذوك؟ لما لا يرضى هؤلاء وهم ينهبون بلا حدود ويقهرون الشعب؟ 50 بليون ما بين الداخل والخارج، ملايين في الخارج، كاين منهم اللي خايف يدخل، كاين اللي منهم اللي دخلوا باشياء بسيطه جعلوا لهم حياتهم جحيم، كاين اللي يخوفوهم باسرهم، كاين اللي يعتقلون اسرهم، كاين اللي حراكيين كانوا حراكيين وحراكيات قالوا لهم تتحركوا وتخرجوا برا نعتقل لك امك ولا نعتقل باباك ولا خاوتك، وكاين اللي فعلوها معاهم. يعني الخوف راه بعد سقوط بشار الخوف انتقل الى الطرف الاخر، راه عندهم هم الخوف، راه عندهم هم، والقضيه قضيه وقت، ووقت قصير جدا، لان دعيناهم مئات المرات ان اصلحوا الوضع، توقفوا عن النهب، توقفوا عن القهر، توقفوا عن الكذب، توقفوا على نشرة الثامنة التي لا تتوقف عن الخداع، لكن مصرين. وهنا في الحقيقة نجد أنفسنا أمام الآية العظيمة والكريمة: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما يقدروش يفيقوا، ما يقدروش. أنا صحيح مرات ما زال نخاطب بعض، نقول لعل نجد، لكن هذا رأي إيصال القول، حتى نوصل لهم القول فقط، حتى نقيم الحجة فقط، حتى غدا بإذن الله عندما يتمكن منهم الشعب وأحرار الشعب ما كانش اللي يجي يبكي، ما كانش اللي يجي يقول والله أنا كنت نحاول وأنا كنت. رانا قلناها لكم عدة مرات: هذا الشعب حر وسيبقى حر وسينتفض من أجل استرجاع حريته، سينتفض هذا الشعب من أجل استرجاع حريته، لأن هذا الوضع غير مقبول. حتى الناس اللي قبلوا أن تتمس كرامتهم، وأن ما عندوش حرية تعبير، أنه ما عندوش الحق في التظاهر أو في التعبير، من أجل غزة الناس ما تظاهرتش، من أجل غزة منعتهم من المظاهرات والاحتجاجات. بينما يخرج الناس في أمريكا، يخرجوا في بريطانيا، في فرنسا، في إسرائيل، الناس ظاهرت من أجل غزة أو ضد العصابة الصهيونية اللي في تل أبيب. في الجزائر ممنوعين، ويمدوا في أموالنا العباس. هم اليوم في معلومات خرجتها المقاومة 247 ضابط وصف ضابط في الشرطة والمجموعات اللي تابعة العباس معتقلين لأنهم رفضوا أن يطلقوا السلاح على أبنائهم في وإخوانهم في جنين. هذه العصابة تدفع الأموال للعباس، يقول لك احنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة. هم يخسروا في كافة الاتجاهات ولله الحمد. موضوع سوريا هذا هو مرعب، مش لهم فقط، لكل الطغاة، خاصة طغاة العرب، خاصة طغاة العرب، ومرعب لهذه الجماعة. لم يكن للنظام في الجزائر، للعصابة في الجزائر، علاقات جيدة وطيبة كما كانت مع أي بلد آخر، كما كانت مع بشار. فقط بشار، وهذا شكل لهم رعب، ناهيك على خصوماتهم وصراعاتهم التي لا تنتهي. ولكن حتى في هذا السقوط كان عندهم ذكاء، حد أدنى من الذكاء، لو كان تاخذوا قرارات راديكالية: إطلاق سراح الحركيين، إطلاق سراح التسعينات، رفع الضغوطات الإدارية على الناس، رفع الجمارك والضرائب على الناس، انخفاض الأسعار، رفع المداخيل للناس الفقراء، ما تقطعش تريسيتي والماء والغاز على الناس الفقراء. أقل شيء كان يجب أن تأخذ القرار، لكن ما زالوا شاعرين على قول أو يحيى اللي راه الآن سجين وراه في حالة بائسة، بصح ما تعلموش. ويحيى أسبوع ولا 10 أيام قبل الحراك المبارك الحقيقي اللي أزعجهم وما زال يزعجهم تاع 22 فبراير 2019، وإحنا رانا قرب منه، باقي لنا شهرين على الذكرى السادسة. قال الشعب الجزائري ما يخرج، وإلا خرج كاينة الدولة، معناها كاينة العصا. من سقط في النهاية؟ سقط أو يحيى، وسقط سلال، وسقط بدوي، وسقط توفيق، وسقطت مجموعة من الجنرالات ومجموعة من العقداء، بل سقط حتى القايد صالح ومن كان معه. ولذلك هذه العصابة مش راح تفهم، مش راح تفهم، ولأنها مش راح تفهم
وجبت الثورة عليهم، ووجبت الانتفاضة ضدهم، ووجب الخروج ضدهم. الحمد لله، دائما ندعو الناس يخرجوا سلميا لا عنفيا، وهذا هو الذي سيسقطهم يوما قريبا جدا. أما ذبابكم وأذنابكم وكلابكم، مع احترامي للكلاب اللي خلقهم ربي الحيوانات الحقيقية، فهؤلاء لن يزيدوننا إلا تصميم. التافهات والتافهين نتاعكم اللي كنت تخرجوا فيهم في التيك توك وفي غيرها لن يزيدنا إلا تصميم. وبالمناسبة، في شركة في البرتغال يشتغلوا فيها جزائريين، راهم يضغطوا باش يغلقوا صفحات الأحرار على التيك توك. مثلا صفحتنا على التيك توك نلقوها، راكم شفتوا البارح ما جيتش على التيك توك. نحن نعرف من هذه الشركة ونعرف من هؤلاء الجزائريين، وإذا لزم الأمر نخرجهم بالاسم. بالمناسبة، لكم ما تعودش صفحتنا على التيك توك سنخرج هذه الأسماء نتاع هذه الجزائريين، قد نخرج بعض أسمائهم بالاسم، لأن احنا عارفين ماذا يدور، وعارفين من هم في البرتغال، وعارفين على سبيل المثال كاين في إيرلندا، كاين في البرتغال، كاين في أماكن أنا عارفين. الحمد لله في جزائريين في كل مكان، في أحرار في كل مكان، بل أحيانا أحرار حتى خارج الجزائريين اللي يبلغونا بما تقوم بهذه العصابات. كاين أجانب مشتغلين عندهم في سفاراتهم، مرات تصلنا رسائل من أجانب وهم لا عرب لا مسلمين لا هم يحزنون. بعضهم بعد ما عرف باني معارض لهذه العصابات، لان اسمعهم يتكلموا باسمي او ذكر اسمي او آه كاين اللي غلاطوا الغيره وهم اجانب ما يعرفوناش، وراسلني باش يقول لي راكم دايرين لهم ازعاج رهيب. احرار البلاد، احرار الجزائر، هذه العصابات لا تفهم. هذه العصابات وجب الاطاحه بها، اسقاطها لإنقاذ هذا الشعب وإنقاذ هذه البلاد اللي راهم داينها للهاوية. والحمد لله أن ربي عماهم باش يتقاسموا حتى مع أسيادهم اللي يحموهم، مع الجهة الرئيسية اللي تحميهم اللي هي فرنسا. وعموما فرنسا راهي غارقة في مشاكلها، لكن هذه الخصومة بينهم وبين فرنسا على جال صنصال وعلى جال داود وعلى جال أشياء أخرى هي في مصلحة الشعب الجزائري. كلما تقاسمت العصابة مع حكام الإليزي كلما كان هذا في مصلحة الشعب الجزائري. سقوط بشار سكن لهم رعب، وقريبا بإذن الله سيسقطونهم وتتحرر البلاد. قريبا هذا الشعب راح يتنفس مثل ما راح يتنفس الشعب السوري اليوم. قريبا هذا الشعب يجوا أحرار البلاد، يجوا رجال ونساء يخفوا عليه من الضرائب، بل يرفعوا الضرائب ويرفعوا القهر ويرفعوا الظلم ويرفعوا السرقة ويرفعوا النهب، لأنهم منه وهم منهم. قريبا بإذن الله. حياكم الله وألقاكم إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.